السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. وأنا عايز أندم عشان أتوب بجد، بس أنا مش عارف أندم، أو مش فاهم هو أنا بندم ليه، أو مش عارف أندم ليه. ده أمر مهم جدا جدا، أن تفهم أنك أمام عوائق للوصول، وهذه العوائق إن لم تفهمها وتعرف الطريق عشان تعديها لن تصل. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوصول إليه، وأن يكتب لنا وإياكم الصلاح والفلاح والهداية والاستقامة والندم والتوبة. إيه الحدوتة؟ يقول ابن قدامة المقدسي في كتاب مختصر منهاج القاصدين كلام من ذهب يعرفك أنت مش عارف تتوب ليه، يفهمك أنت مش عارف تتوب ليه ومش عارف تندم ليه. وخلينا نقرأ مع بعض الكلام ونشرحه شرح بسيط وسهل، عشان على الأقل يكون عندنا القدرة، يكون عندنا البصيرة اللي نعرف نتحرك بيها. يقول ابن قدامة رحمه الله: فصل في شروط التوبة. فصل في شروط التوبة. إيه بقى؟ يقول: واعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه. إيه الموضوع؟ لو الإنسان لو رحت المطار، ولقيت في المطار في واحد بيودع واحد انت ما تعرفوش خالص يعني مفيش اي معرفة بيه، ثم انك لما بصيت كده لقيته بيعيط وبيبكي وبتاع، هل ستبكي معه على هذا الوداع؟ لا. ليه؟ لانك ما تعرفهمش. قد تتأثر بالمشهد، ولكن مش هيوجع قلبك ان ده مسافر، مش هيوحشك، مش هتحس ان في فراق. ممكن يكون المشهد مؤثر، انما مش هتحس ان في فراق. امتى تحس؟ لما يكون اللي بيسافر ده حبيبك، ما يكون له وزن عندك. طب لو ملوش وزن عندك مش هيبقى في حاجة قوي. طب تعالوا بقى نرجع تاني للكلام. بيقول لك ايه؟ واعلم ان التوبة عبارة التوبة عبارة عن ايه؟ هو يعني ايه توب؟ قال لك هي عبارة عن ندم، بتعمل حاجة غلط تتوجع في قلبك، ندم يورث عزما وقصدا. الندم ده مش بيخليك تقول انا نفسي ابطل، انا نفسي اتوب، انا نفسي ابقى انسان كويس، مش بيخليك تقول كده. هذا المشتكي غير صادق، مش تبقى بس عارف. هذا المشتكي غير صادق. مين الصادق؟ صادق اللي بيقوم يعمل حاجة، صادق اللي بيقوم يتحرك، صادق اللي بيبطل، صادق
اللي بيطلب رضا الله عز وجل، الصادق اللي بيمشي في طريق الجنة، الصادق اللي بيجاهد نفسه، الصادق اللي بيصارح نفسه، الصادق اللي بيعمل حاجة. إنما طول ما أنت مكتفي بالشكوى فاعلم أنك بطال العمل عاطل اليد، ما بتعملش حاجة ولن تصل، لأنك ما بتعملش حاجة، أنت عمال تشتكي. تروح لده تقول له نفسي اغض بصر، تروح ده تقول له نفسي بسيبها، تروح ده تقول له نفسي ان انا احفظ قران، تروح لده. يعني الناس اللي كاتبه لي على راسي والله، على راسي والله والله، يقول انا عايز اراجع قران. طب انا اعمل لك ايه؟ ما تقوم تراجع القران. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. قوم لو انت صادق، قوم راجع، قوم روح لشيخ وتابع معاه وابدا راجع. انما انت عمال تقول انا نفسي اتوب، انا نفسي ابطل، انا نفسي اراجع، انا نفسي اجيب وردي، انا نفسي ما تقوم. ايه اللي موقفك؟ ايه اللي مخليك قاعد دلوقتي؟ ايه اللي مخليك ما تتحركش؟ قلة الصدق، قلة الصدق. فالتائب بقى اخباره ايه؟ يقول التائب ده او التوبة عبارة عن ندم في القلب يورث عزما، يورث قوة، يورث قصدا، يروح لربنا على طول من الألم ده. يقول وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه. طب منين بيجي بقى الألم ده؟ لأن الإنسان يعتقد أن بهذه المعصية هو بيحط حائل وحاجز بينه وبين محبوبه اللي هو ربنا. فلو هو محب لله عز وجل حقيقة وصادق هيعتبر أن المعصية دي ولو كان بيحبها وميال ليها عائق، هيعتبر ان هي برضو عائق، هيعتبر ان هي بتبعده، هيعتبر ان هي بتضيعه، هيعتبر ان هي بتوقعه، هيعتبر كده، هيعتبر ده، هيعتبر ان هذه الطريقة وهذه المعاصي وهذه المخالفات، هذه العلاقة، هذه الألفاظ، هذه المشاهدات، هذه أي الحاجات دي تبعده عن حبيبه سبحانه وتعالى. فيتوجع، والوجع ده يخليه يتحرك من مكانه. إنما لو أنت ما بتتوجعش مش هتتحرك، ولو ما تحركتش تكلفا فاكر نفسك هتوصل، يبقى احنا كده في وهم. انت محتاج تندم، والندم ده هيكون مبني على تعظيم الله وحب الله عز وجل. كل ما حبيت ربنا أكتر وعرفت ربنا سبحانه وتعالى أكتر وعظمت ربنا سبحانه وتعالى أكتر وفهمت شرع ربنا سبحانه وتعالى أكتر، هتعرف إن اللي أنت مأمور بيه وما عملتوش واللي أنت منهي عنه وعملته ده بيبعدك عن أهم حاجة في حياتك، إلهك. إلهك. عشان كده بيقول لك إيه؟ والندم هو توجع القلب. بص اسمع يا شباب، شباب عايزين نتوب والله العظيم، والله العظيم ده احنا غلابة وكحيانين، كحيانين. بيقول لك والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب. الندم هو عبارة عن واحد عمل حاجة تبعده عن اللي بيحبه، فلأنه بيحبه قوي لما بعد عنه اتوجع، اتوجع. قال وعلامته طول الحزن والبكاء. وعلامة الندم ده طول الحزن والبكاء، انه عمل غلطة. يقول فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاؤه واشتدت مصيبته. وأي عزيز أعز عليه من نفسه، وأي عقوبة أشد من النار، وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي، وأي مخبر أصدق من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه. لو واحد
اتقال له ابنك هيفضل عيان طول عمره لحد ما يموت هيشتد. طب وبعدين؟ قال وليس ولد بأعز من نفسه، ولا الطبيب بأعلم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض أدل على الموت. بص اسمع الجملة دي يا جماعة، أنا هختم بالجملة دي ومش هطول عليكم أكتر من كده النهاردة والله العظيم، أصل النهاردة فضفاضة صغيرة قوي عشان أنا تعبان بصراحة. بس أنا عايز أقول لك دي، ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. تاني جملة تاني بيقول لك إيه؟ يقول ولا المرض، ابن قدامى المقدسي بيقول لك إيه؟ ولا المرض مش أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. يعني إيه؟ عارف لما تكون واقف قدام باب شقة والنور مولع، إن النور مولع جوه ده دليل إن في حد جوه، صح؟ إنما لو سمعت صوت حد جوه يبقى الدليل كده أشد، يبقى وجود صوت حد جوه أدل على إن في حد جوه من النور مولع بس، الدليل أشد. فهو بيقول لك إيه؟ لو واحد مريض مرض شديد، لو واحد مريض مرض شديد، تمام؟ فالمرض الشديد ده يدل على الإنسان قد يقترب من موته، صحيح؟ فالدليل مباشر قوي، واحد بينزف ده يبقى كده هيموت، الدليل قريب قوي. بيقول لك ايه؟ انما لو واحد بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ده ادل على سخط الله والتعرض لناره. فبيقول تاني ولا المرض ادل على الموت من المعاصي على سخط الله. يا جماعه ودي نقطه مهمه جدا، ما تجاملش نفسك على حساب نفسك. لما تعمل معاصي ربنا مش بيرضى عنك، لما تتوب منها ربنا يرضى عنك. طب ما انا كده مش معصوم، ممتاز، يبقى مش هيرضى عنك الا لو داومت على التوبة. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كثير التوبة شديد التطهر من ذنوبه. طيب عشان اتوب لازم اندم، وعشان اندم لازم احب ربنا قوي واعظم ربنا سبحانه وتعالى قوي واعرف شرعه، فلما خلفه اعرف ان انا كده ببعد عنه وبأغضبه فأتألم، فالألم ده يعمل لي حرقة ويطلع من جوايا عزم وقصد يخليني أبطل. من غير كده مش هتعرف تستقيم. عايز تندم؟ اعرف ربنا، حب ربنا، عظم ربنا، حط نفسك في بيئة تعرف فيها ربنا وتعرف فيها تحب ربنا وتعرف فيها تتوجه لربنا وتعرف فيها تعظم ربنا. ساعتها لما تعمل المعصية هتوجعك قوي، توجعك، هيوجعك ان انت بتعمل المخالفة. انت عارف ساعات بيبقى ليك هوا في المخالفة، وانا ليا هوا في المخالفة، بس انا موجوع من جوايا ان انا عامل المخالفة. والله العظيم متضايق جدا ان انا عامل المخالفة، متضايق جدا ان انا بعملها، رغم ان ليا هوا فيها، بس متضايق قوي ان انا بعملها. ليه متضايق ان انا بعملها؟ عشان بحبه، عشان عايز ارضيه، عشان هو اغلى حاجة عندي. فعايز ربنا سبحانه وتعالى يرضيك، ارضيه. عايز ربنا سبحانه وتعالى يرفعك، لا تعلي على كلام الله عز وجل وشرع الله عز وجل هوى ولا شرع ولا أمر ولا عرف ولا أي حاجة. استقم كما أمرت، الموت يأتي بغتة، عش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. الله عز وجل يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. انت لما بتفر من حاجة بتبقى في ورا ظهرك، تفضل تجري 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 من الموت، تجري 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 لغاية ما تلاقيه في وشك، ملاقيكم في وشك.
موت آتي لا محالة. خروج الروح من الجسد آت لا محالة. فكرة بس ان انت محتاج ان انت تغتنم 5 قبل 5 وتهتدي قبل ان تخرج الروح لبارئها. ما تمثلش على نفسك ان انت عايز حاجة انت مش عايزها عشان ترضي نفسك ان انت ماشي ولو بشكل نسبي في الطريق الصحيح. ما تمثلش اصلا على نفسك، خليك صادق. حب النبي بجد صلى الله عليه وسلم، جاهد نفسك بجد، تعلم دينك بجد، استقم كما أمرت بجد، توب لله عز وجل بجد، اتعلم شرع ربنا سبحانه وتعالى بجد، توب توبة نصوح بجد، لأن عذاب الله عز وجل نار. عذاب الله عز وجل نار، ولا أنا ولا أنت قد إن احنا ندخل النار، واستبعادنا إن احنا ممكن ندخل النار مأمنا. أنت عارف احنا ليه بنتجرأ برضو قوي؟ عشان احنا عارفين إن احنا مش هنتعاقب، ومع ذلك بنحب نروح نسمع للشيوخ اللي بيقولوا لنا ان احنا كويسين فيزودوا لنا امان على اماننا اللي مودينا في داهيه اصلا. وانت ما تعرفش هيحصل فيك ايه. عثمان بن مظعون لما مات، امراه تعرفه كويس وعارفه حاله انه رجل صالح، فبتقول اكرمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وما يدرك ان الله عز وجل اكرمه، والله وانا رسول الله لا اعلم ما يفعل الله بي ولا بكم، لا ادري ما يفعل الله بي. ايش عرفك ان هو يكرمه؟ فانت ايش عرفك؟ انت مطمن ليه؟ نصيحة والله ليا لنفسي قبل ما تكون لأبنائنا وشبابنا اخواننا واخواتنا، عد لله عز وجل من نفس طريق البعد الذي ابتعدت منه، فما أمرك الله عز وجل فعله وما نهاك عنه فانتهي. نسأل الله عز وجل السلامة والاستقامة. قل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.